السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. وصلك الفيديو؟ انزل اخبط اللايك، ولو انت مش متابعني انزل حالا اعمل لي متابعة، يمكن المحتوى بتاعي يعجبك. قبل ما اتكلم واقول اي حاجة، عايزين كلنا نخش في الكومنتات نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ. يمكن امبارح كان في مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي، كان بيلاعب نادي فاركو على أرضية استاد القاهرة، وقدر النادي الأهلي إنه يكسب 2-1 عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 37، ونفس اللاعب رجع وسجل هدف تاني في الدقيقة 59 قبل ما يمكن اللاعب انكادا يحرز الهدف الأول في الدقيقة 59. يمكن كانت مباراة يعني متوسطة، قدر من خلالها النادي الأهلي إنه ياخد اللي هو عايزه من المباراة، وهو الثلاث نقط. النادي الأهلي بيرفع رصيده بعد فوزه في المباراة دي ل 48 نقطة في المركز الثاني من 20 ماتش. أما نادي فاركو فهو لسه في المركز ال 15. يمكن على الناحية التانية كانت في مباراة لنادي بيراميدز وسموحة، وكانت المباراة 1-1 لحد ما حصل ماس كهربائي في غرفة التحكم في الكابلات للمقصورة الرئيسية لاستاد اسكندرية، والحكم قرر انه يلغي الماتش وهيتلعب في وقت تاني. يمكن كانت مباراة امبارح للنادي الأهلي كانت آخر مباراة للاعب أنطوني موديست، ويمكن في ناس كتير جدا فرحانة إن دي خلاص بقت آخر ماتش ليه. بس يمكن أنا شايف إن موديست يعني ما أثرش في حاجة، وعارف إن في ناس كتير يمكن هتزعل مني في الكلام دوت أو هتعارض الكلام ده، لأن أنا لما بص على أرقام موديست هلاقيه لعب 31 ماتش، يمكن عمل 9 مساهمات أهداف، سجل 6 أهداف، ويمكن كان من ضمنهم أو من أهمهم كانوا هدفين. هدف نادي فيوتشر في نهائي كأس السوبر، كان في الوقت الإضافي، كان في الدقيقة 115. والهدف التاني كان هدف ب3 نقط قدام بلدية المحلة. يمكن أنا شايف إن يمكن تجربة موديست يعني على قد ما هو كان كبير في السن والكلام ده كله، يمكن خد كلام ونقد سلبي كتير جدا، سواء من جماهير النادي الأهلي أو حتى من المحللين أو حتى المعلقين، كانوا بيتريقوا عليه. بس يمكن الراجل كان بيحاول يأدي على قد ما هو، يعني هو عارف نفسه ان هو كبير في السن وعارف الحاجات دي كلها، بس كان بينزل، كان بيحاول يعمل حاجة. ويمكن لما نلاقي ان هو عامل 9 مساهمات اهداف، طبعا رقم قليل، بس يمكن كسن لا هو رقم يعني مقبول. مش هقولك ان هو كويس جدا او جيد جدا او الكلام ده كله او ممتاز، لا هو يمكن يعني رقم مقبول. يمكن النادي الاهلي يعني بيفكر ان هو يعمل له حفلة يعني تكريم كده صغيرة، فهتبقى في النادي الاهلي ان شاء الله. فهنشوف بقى هل الميركاتو الصيفي اللي هيبدأ في شهر 7 كمان يومين، هل النادي الأهلي هيقدر إن هو يجيب مهاجمين، ولا كالعادة المفاوضات هتبقى ماشية مع أي مهاجم وفي الآخر تقف؟ مش عارفين، لسه الأيام هتثبت. الماتش الجاي للنادي الأهلي يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 8 على أرضية استاد الكلية الحربية، هيبقى قدام طلائع الجيش، ويبقى ماتش مهم جدا جدا. عشان خاطر يمكن النادي الأهلي يكمل ضغط على بيراميدز. دي كانت اخبار النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله نادي الزمالك هيلعب ماتش ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري، بعد طبعا ما يعني اداره نادي الزمالك نزلت بيان بتتراجع فيه عن الانسحاب من الدوري. ويمكن زي ما انا قلت الحلقه اللي فاتت، ان انت اي قرار هتاخده دلوقتي هيبقى معناته قدام الجماهير ان انت كنت خايف من الاهلي. ويمكن بعد قرار عدم الانسحاب دوت او الرجوع تاني للدوري، يمكن في جماهير كتير طلعت ايدت الكلام دوت وقالت ان احنا فعلا كده خايفين من الاهلي. مع ان انا شايف ان انت في ظل ضغط النادي الاهلي في المباريات دي، انت لو كنت لعبت النادي الاهلي كنت ممكن تعمل نتيجة ايجابية، كنت ممكن على الاقل حاجة ممكن تعطل النادي الاهلي شوية، ممكن تتعادل معاه تخليه يفقد نقاط. بس يمكن دي كانت وجهة نظر إدارة نادي الزمالك وتحترم يعني، ما حدش يقدر يقول يعني حاجة غير كده. على المستوى الآخر ففي اليورو النهاردة هيبدأ ماتشات دور ال16، ويمكن أنا هقول لكم التوقعات بتاعتي اللي يمكن يعني همشي على حسب التاريخ والفرق، يعني اللعيبة هنا عاملة ازاي وهنا عاملة ازاي.
فاحنا هنشوف يعني النهاردة. يمكن انا هقول لكم دلوقتي التوقعات بتاعتي، ويمكن لو حد عنده توقع تاني يا ريت يقوله في الكومنتات. وقبل ما تقول انزل في الكومنت حالا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن النهاردة احنا عندنا يمكن سويسرا وإيطاليا، يعني على المستوى التاريخي وككورة يمكن أنا برشح إيطاليا. عندنا برضو ألمانيا والدنمارك. آه، أنا شايف برضو ألمانيا أقرب. إنجلترا وسلوفاكيا. إنجلترا. جورجيا هتلعب أسبانيا، وبعد النتيجة اللي عملتها جورجيا في ماتش البرتغال، وانها تكسب منتخب كبير زي منتخب البرتغال، حتى لو كان ماتش تحصيل حاصل لان كانت البرتغال خلاص ضمنت الصعود يعني. فيمكن انا شايف ان الماتش ده ممكن يخلص، يعني جورجيا ممكن تكسب على فكرة. يعني انا مش مستبعدها، تبقى دي مفاجأة من مفاجآت البطولة، يعني زي ما النمسا كسبت هولندا في دور المجموعات. فرنسا وبلجيكا انا يعني برشح فرنسا. البرتغال وسلوفينيا. البرتغال طبعا، أنا اعلنت انتمائي في اليورو هشجع البرتغال عشان خاطر الدون. رومانيا وهولندا مش عارف، بس يمكن بعد برضو النتيجة اللي حصلت من هولندا قدام النمسا وهزيمتها قدام النمسا، فانا شايف ان ممكن يعني رومانيا تكسب. ممكن ليه لا. النمسا وتركيا فانا برشح النمسا. ويمكن لو حد عنده اي تعليق واي حاجة في ماتشات دور الستاشر او اي توقع يا ريت تبعتولي كلكم في الكومنتات. ودي كانت حلقة النهاردة، مش عايز اطول عليكم. كان معاكم محمد عاطف. يا ريت ما تنسوش اللي ما نزلش يعمل لايك ينزل يعمل لايك، واللي ما عملش متابعة يتابعني. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.